wanna look at swatches? Yeah, just a bit. طب يعني انا عايزه افهم حاجه دلوقتي. لما اللجنه تقول لي ان انا رقم واحد من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وما دام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس، ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقه وقبليها بمده كمان. ده غير ان هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب الاقي معاك ورقه؟ اه طبعا، اتفضلي. الى الاستاذ فريد، طز في سيادتك. وصل له دي لو سمحت. ايه يا ام عاطف، انت ايه مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقل شويه يا ام عاطف. يا جماعه اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نحل؟ ب 8 جنيه يا ستي. يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده. وريني كده يا ست، او النبي يا نحل اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البون ده مزور. ليه يا نحل؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نحل. خد يا تعالى. حسيتلنا فيها يا ام عاطف؟ ايوه يا باشا، امر يا باشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى سقطت في الامتحان. انا مخنوقه قوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس انا مخنوقه بجد. تصور يسقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. وايه الجديد في كده؟ بلدك كلها ماشية بالطريقة دي. وهو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجة بس هتتعبي شوية. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام. بستغرب قوي، بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما هي الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي، بس انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن.
وانا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشله. اوكي، مش هبقى مذيعه في صحافه كتابه، على ما اظن بقى دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسرق عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور، بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي، دي ضريبه الكتاب، مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا، ده كان مشكلته انه ما فيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقاله عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدري تقولي ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع. كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى الكتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا، ما تقولش ان اي حاجه فيها كده. ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه، صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدري تقولي رفضوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مفيش حد صدقه. مفيش حد صدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه. مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، وفي ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه، قانون ماشي على الكل. فاهمين؟ عارف، انا لو اطول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فيه ايه؟ مش عارفه، بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي، الفريق بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل، وبيتعالج اي وقت بالليل وهتلاقيه هناك. سلام. لا استنى طب استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقة. ازيك يا دفعة؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمة عيش. انت عارف سعر الانبوبة بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ اسطورة يا باشا، اسطورة. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا. ما يلزمكش انبوبتين على البيت؟ صحيح ما يلزمكش، بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي. يا باشا انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجة والله. لا تشكر اخويا، واجبك وسع. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. عارف يا يوسف، وحامل منك كمان، وكمان مش عايز تعترف بيه. ليه يا ابني كده؟ بتعيد موال ابوك تاني ليه؟ ده انا اللي ربيتك وطلعت كأنك شارب مني. مش مكفيك المرار اللي عشته وعيشتني معاك في عمر بحاله، جاي تبتدي من الاول وجديد تاني في ابنك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ديبو، رحت فين؟ يا عم انا معاك اهو. لا يا ابني انت مش معايا خالص بصراحة. انت جاي تقعد مع نفسك او منزل انا؟ لا انا عايز اقعد معاك. انا بس سرحت منك شويه. سرحت في ايه؟ خير. بقول لك يا عمي، هو انت ام يوسف ايه يعني ايه ايه الموضوع يعني؟ ناويين على ايه؟ شوف يا ديبو، انا زي ما قلت لك قبل كده، الست دي انا ممكن اكتب عليها النهارده قبل بكره، بس انا عارف ان مشكلتها ابنها، خايف اتكلمها، وانا متاكد بقى ان عمرها ما هتقدر تكلمها. يعني انت عارف انها عمرها ما هتكلمه وراضي بكده؟ ايوه يا ابني، لاني مقدر ان فوق طاقتها. طب بقول لك ايه، لو حصل يعني افتراضا يعني
خلاص هي وافقت وابنها وافق، كله بقى تمام. وبعدين رحت لها قلت لها ما ينفعش، خلاص ما بقاش ينفع. وقلت لها اي اسباب. هتعمل ايه هي؟ من غير اسباب يا ديبو، ولا هتعمل حاجه يا ابني. تعبيط انا. هو في حد بيغصب حد يقعد معاه غصب عنه؟ لا يا عم ما ينفعش، محدش بيقعد مع حد غصب عنه. بس يعني منظرك هيبقى ايه قدامها؟ بقول لك لما تجيلي دغري وتقول لي انت عايز توصل ليه من الاخر. تفضل طول عمرك تحلف انك نفسك تعمل الحاجه دي، واول ما تعملها تلاقي فجاه حصلت لك حاجه تانية خالص. حاجه احلى؟ مش حكايه احلى ولا اوحش، حاجه وخلاص. منظره يا بيه. انت بتسالني انا؟ اسال نفسك يا ديبو، اسال نفسك. وحشاني يا سونا يا حبيبتي، وحشاني قعدتك الحلوه. وانت كمان يا زوزة يا اختي. عقبال بناتك. من بقك لباب السما يا حبيبتي، بحياتك ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا كنت يعني عاوزه اطلب منك حاجه كده، بس الحقيقه كنت محرجه يعني منك. محرجه؟ تحرجي مني انا؟ ده احنا اخوات يا زوز. كنت عاوزه يعني لما البت سماح تتجوز الرايق يعني اجي اقعد عندك يومين، عشان انت عارفه الجواز بقى والحاجات دي عايزاهم يرمحوا في البيت كده براحتهم. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله. كانت على طرف لساني وكنت لسه هقولها. يا حبيبتي اصيله والله يا سونا. قال وانا اللي كنت خايفه لا تقل عليكي. اسم الله عليكي يا اختي، تقلي عليا؟ ده ما شالتكيش الارض تشيلك الكنبه. كنبه؟ يا رجاله جرالكوا ايه؟ في ايه مالكوا؟ يا في ايه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزع لي عربيه انابيب، مش كام انبوبه وخلاص. هو في كده يا راجل؟ بتهدى يا عم دياب، الناس يا اخي مشتاقه لريحه البوتاجاز. ولما جنرال يعرف اللي احنا عملناه، الناس دي هتنفعنا بحاجه؟ هو يعرف منين وكان عددهم؟ بعدين احنا عملنا اللي قالنا عليه، غير كده ملوش فيه. مين افهم؟ افهم يا جدع انت. لما ندوس على شغلانه تبعه يبقى احنا كده بنعمل مصلحه من وراه. هو لو عرف مش هيسيبنا في حالنا، صح ولا غلط؟ يا عم الحكايه لا صح ولا غلط، مفيش حد هنا ممكن يقول له الكلام ده، احنا بس اللي بنشوفه ومش احنا كمان، انت لوحدك اللي بتقابله. يا يوسف ما حدش ضامن اي حاجه، ممكن تبقى الليله دي كلها تستايا، بيمتحننا يا اخي. بقول لك يا دياب، اللي حصل ده احنا اللي لينا مصلحه فيه ولا الشغال يا راجل. الناس تعبانه وكفرانه، كل يوم من صباحيه ربنا واقفه في الطابور وشايل الانبوبه في دماغها، وفي الاخر بيرجعوا ايد ورا وايد قدام. اوعى تفتكر ان الجنرال ده بيعمل كده عشان خاطر الناس، ولا بياخد الانابيب يوزعها في حته ثانيه. لا يا صاحبي، ده بيعمل كده عشان يعطش السوق، بيعمل كده عشان يكسب الناس ويدوس على دماغهم. وبعدين اسال اي حد في الحاره اشترى مننا، احنا بعناها بحقتها 8 جنيه ولا مليم زياده، يعني لا سبوبه ولا مصلحه. امي طلع لها انبوبه؟ حصل. ولسه في شويه انابيب جوه الحبايب. ماشي. يا عم يوسف، الناس اتبسطت وبيدعوا لنا. هي الغتاتة دي بتقفلي الكاسيت ليه؟ اسكتي، ما صدقت امك نامت. ها وليه كده بقى؟ ليكي مستنيه مكانه من موز؟ لا يا اختي انا اللي هكلمه. ليه ما عندوش رصيد ولا ايه؟ طيب انا ماضي بقى. الو. ايوه مين؟ مستشفى ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب انتوا في مستشفى ايه؟ سيكا اصحى يا سيكا. سيكا خير في ايه يا ابو يحيى؟ فوقلي تعالى عايزك. انا يا اخي كلامك اثر فيا قوي، فعلى طول كلمت لك واحد حبيبي هيظبط لك شغل كويس، ولسه حالا مكلمني ومستنيك تروح له. ايوه بس هروح له ازاي؟ ما انت عارف اللي فيها، انا كاسر فيزا يعني استحاله. يا ابني يا حبيبي انت مع ابو يحيى، انت عارف مين ابو يحيى؟ انت هتسافر بالقطر، هتلاقي واحد مستنيك هيوصلك لحد حمد في بيته. حمد مين؟ حمد ده واحد من رجالتي، والراجل اللي هيوصلك ده عارف كل اوصافك. المهم بس دلوقتي اهم حاجه قبل ما انسى، انت تاخد التيكت والفلوس دي هتكفيك لحد ما توصل بالسلامه. ايوه بس ده كتير قوي يا ابو يحيى. ولا كتير ولا حاجه، انت تستاهل كل خير. بس انا عايز منك طلب صغير. تأمرني. انا عندي شنطه انا عايزك توصلها لحد حمد.
عينيا. صدق يا اخي انت حبيبي. وانت حبي. يا اهلا يا ام صنب، انستي ونورتي حبيبتي. البيت منور باصحابه. انا مقدره اللي انتوا فيه وكل شيء بامر الله، وان شاء الله يكون اخر الاحزان. ان شاء الله يا رب. بس هقول لك على حاجه، اما يكون في خير ورزق جاي نقطعه. لا طبعا ما نقطعوش. طب انا جايبه لجيجي عريس والنبي صحيح. والله ابن عمتي لازم مهندس وشغال في الكويت وبيقبض قد كده، وجاي الشهر ده عشان نشوف عروسه ويتجوز. السلام عليكم. هي جت اهي. اهلا يا جيجي. ازيك يا ام؟ ازيك يا ام صنبو؟ ازيك يا حبيبتي؟ ام صنبو عندها مفاجاه حلوه قوي ليكي. خير؟ جايبه لك عريس مهندس وبيشتغل في الكويت وبيقبض قد كده. ما تحكي لها يا وليه. جدع زي الفل وطول بعرض وعشت احكي لي على قدامها. ايه؟ طول بعرض ايه وقبهة ايه؟ انت خلاص ما عندكيش احساس خالص؟ ده احنا ياما ما قلعناش لسه. يا حبيبتي ما احنا مش هنتكلم في حاجه. بقول لك ايه ام صنبو، جوزك بينده عليكي يا اختي، قومي شوفيه عايز ايه. انت لسه هتبصي لها؟ ما تقوم. ولا ابص لها ولا اعمل لها، فوتك بعافيه يا حبيبتي. يعافيك يا ام صنبو، ما لسه بدري يا ام صنبو خليك. ولا بدري ولا وخري. ايه اللي بتعمليه ده يا جيجي؟ هي الوليه غلطت في ايه بس؟ جايبه لك واحد هيستتك وما يتعيبش. انت شايفاني ايه؟ بهيمه مستنيه اللي يجي يجرها، ولا باينه مكتوب على باب البيت عروسها للبيع؟ انت عايزه ايه يا اما؟ بقول لك ايه، قفلي على السيره دي خالص عشان انا روحي في مناخيري ومش طايقه كلمه. هو انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك كلمه؟ يعني اولع لك في نفسي عشان ترتاحي؟ دي عيشه طه. تظن تكسب الانتخابات المره دي يا شوري؟ ايه اللي خلاك تسالني سؤال زي ده يا سعيد؟ يعني الناس كلها دلوقتي بتعتبرك لا مؤاخذه فلول، وكل ما صدق الحزب ينحل عشان يطلع من جحوره يعني. وبعدين الشغل اللي كنا بنعمله زمان مش هنعرف نعمله دلوقتي. ليه ما نعرفش نعمله دلوقتي؟ انت فاكر النظام ده ايه؟ رئيس وحكومه ورئيس وزراء ومجلس شعب؟ لا يا حبيبي، النظام ده تعود الناس اتعودت عليه. هو ده اللي الناس اتعودت عليه، هو اللي هتعمله. موت يا حمار بقى على النظام ما يتغير. ماشي يا حبيبي، بس اليومين دول الغربال ليه شده جامده قوي علينا. لا يا حبيبي، انزل الشارع وشوف الناس عامله ايه، ما يغركش اللي بتشوفه في التلفزيونات ده. انا ان كان عليا الكلام ده يبسطني، بس انا قلقان من الشيم اللي نازل الانتخابات ده. ما ينزل، مش بيقولوا الصناديق هي اللي بتحكم؟ وماله، خليه ينزل ونشوف صندوق مين اللي هيحكم، صندوق الشيمي ولا صندوق هلال الدهشوري. يا رب زي ما انت بتقول كده. ثانية واحدة استأذنك بس. الو. يا سعيد بيه ازيك؟ انا عرفت خبر مهم قوي، قلت ما يستناش لبكره. الشيمي هيرشح نفسه في الانتخابات. والله زي ما بقول لك كده. سمعته بيتكلم مع بنته في الموضوع ده، وفي ناس جولوا امبارح عشان يأيدوه. طب يا يوسف كتر خيرك يا حبيبي، خليك كده مركز، ولو في حاجة ظهرت قدامك بقول لي عليها. سلام يا يوسف. مين ده؟ ده واحد اهبل كنت فاكره راجل، بس طلع عايز يلعب معايا، ما اعرفش ان انا ابو اللعب في الحاجات دي. قوم دلوقتي يا معلم ان الشيمي ما يشوفش كرسي المجلس. ولا هيشوف ولا شاف، هو بيشوف، ده عنده قصر نظر، الايام بيننا. وانا معاك في اي حاجه تؤمر بيها. حاكم الشيمي ده بقى معزته عندي جامده قوي. المصلحه واحده حبيبي. وربنا يا عم اللي كسروا لك دراعك لنكسر لهم نافوخهم واحد واحد، بس انت تقوم بالسلامه كده ومالكش دعوه باي حاجه. لا ده انت قلبك ميت، ما هو واضح. اشيلك انا من تحت ايديهم تقوم تجري انت واقع على مكانك، ونعم الرجوله. وربنا ما شفتك يا جدع، ده انا بحسبك خلاص بتتم. يا تيفا، خلاص يا تيفا ولا يهمك، فداك يا معلم. يا نهار اسود، ايه اللي خرشمك كده؟ شيماء. طب يا حماده احنا هنوصي عليك الدكاتره ويبقى نعدي كده. يلا يا بركه. بعد اذنك يا استاذ. ايه اللي خرشمك كده؟ لا مفيش، ده اصل انا بس كنت بهزر مع شويه من بتوع الامن المركزي، بس زي ما انت شايفه هزارهم دي لحبتين. انا مش قلت لك مالكش دعوه بالحاجات دي؟ ادي اللي خدناه من الاهلي، انت بتروح تتفرج على الماتشات ولا تتضرب؟ نصيب بقى يا شيماء، هنعمل ايه؟ لا النصيب ما يقولكش تعمل كده في نفسك. ده يقول ونص، ده يا ريتهم كسروني من زمان. عليا النعمه لو كنت اعرف ان انت جايه كنت قلت لهم يكسروني كل ماتش. بطل هزار بقى، ما تاخدنيش في دوكا. انت لازم توعدني ان انت مالكش بعد كده في خناق مع الحكومه تاني. خايفه على ايه؟ مش قوي يعني.
طب بقول في ايه؟ انا ادي لك حد؟ اخصى عليك خضتني يا بنت المجنونه. ايه ده؟ من هنا ورايح جرجير وعكاوي وكوارع ومنبر ومنه فيه عشان انت يا واد داخل على جواز. تسلم ايدك يا عمتي. انا عايزه اقول لك على حاجه كده. بقول لك يا عمتي، سامح قالت لي انا لا عامل لا فرح ولا ديول، في ايه تاني؟ اصطبر عليا بس في الكلام وشوف اخرته ايه. انت مش قلت انكم هتتصوروا صوره ليله الدخله؟ قلنا وخلصنا خلاص. طيب هقول لك على حاجه تانية صغيره. لا صغيره ولا كبيره بقى يا عمتي، خلاص بقى تصوير وقلنا ماشي، اوضه هتدين وهتاخد وشين، تنجيد هتباع تترمم، في ايه تاني؟ والنبي يا اخويا ما تعصب نفسك. خلاص يا ماما مات الكلام. لا ما ماتش الكلام. اقول لك ايه يا حبيبي، ده البت اللي حلت من الدنيا يا حبيب قلبي، دي ليله طول عمري يا قلبي. والنبي يا عمتي ما تضايقي لي عينيك كده وتعملي فيها غلبان، خلصنا مش عامل حاجه. طب حاجه صغننه كده على قد الحال يعني، نلم فيها اصحابنا وحبايبنا وهنقعد ليك عليا لا في مزيكا ولا في رقص. ونبقى كده ما كسرناش بخاطر البنت الغلبانه. ويكون في علمك بقى البت جيجي هي صاحبه الفكره. قلت ايه؟ قلت خلاص بقى، خلاص. شيماء، بنت يا شيماء، يا بنت ما فكرتنيش اطلع كيس لحمه من الثلاجه ليه يا بنت؟ انت يا بنت يا شيماء، بنت يا شهد. ايه نعم. شيماء اختك فين؟ اختي مين؟ اختك؟ هو انت عندك كم اخت يا مضروبه؟ شيماء راحت تدي حقنه لخالتي زوزة. يا خرابي، تدي حقنه لزوزة ليه؟ تعبت بقى امبارح وصلاح كلمتها قالت لها تيجي تديها حقنه. حبيبتي يا زوزة، لا ده انا لازم اروح اشوفها. لا استني يا بنتي بقى تستريح. تستريح ده ايه؟ دي اختي لازم اروح اشوفها. لا بس اوعي يا بنت سيبيني. انا عندي شك انك مش هتيجي. لا انا قد كلمتي قوي. طيب دلوقتي بقى انت مستنيه مني انفذ وعدي صح؟ معرفتي بيك عرفت ان انت دايما بتنفذ وعدك. ولا ايه بقى، هتخستع مني النهارده؟ اخستع؟ انا عمري ما خستع. قلب الجبل؟ ليه هو بيعض؟ بيعض ايه وبتاع الكلام ده؟ حتى لو بيعض نخلع له اسنانه. بقول لك ايه؟ الراجل قاعد هناك اهو، ماشي؟ مش عايز ضرب. الراجل ده شيك وعادي ما ينفعش نطفشه. حاضر هحاول ما اضربوش. تحاولي ما تضربوش. طب عزمني طبعا على حاجه الاول. ماشي يا ولد تعالي. ربنا يستر. طيب يلا على الباب. الله. حاضر. زوزة، ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، ألف سلامة عليكي. ادخلي تعالي. مالك يا وليدي؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه انت اللي مالك يا اختي؟ مال حال عدوين في قالوا ايه؟ لي يا اختي انك تعبانه من ايه يا حبيبتي؟ تعب لما يجيلك في مفاصلك يا وليه. ما انا حلوه وزي الفل اهو. انت هتفسري عليا؟ هتعيني بالعافيه بالكذب يعني ولا ايه؟ امال البت قالت انك جت تديك الحقنه. بنت مين؟ شيماء. شيماء ادتنا انا حقنه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد ولا ناسيه؟ شيماء، بنت يا شيماء. ايه ياما بتزعقي كده ليه؟ اهي شيماء دي ولا مش شيماء؟ ايوه هي شيماء. واديتك الحقنه ولا ما اديتكيش الحقنه؟ لا ما ادتنيش حقنه. ما اديتكيش ازاي ياما؟ دي لسه معلمه. معلمه فين يا بنت؟ سلامتك يا خالتي، الف سلامه عليكي. الله، يعني انا خدت حقنه؟ اه يعني انا عيان؟ ايوه يا عم. طب ما تستنوا كده اما اشوف في ايه. اسم الله عليكي يا اختي، اسم الله. ده انا عيانه بجد يا اختي، ده انا مش قادره اقف على رجلي. اسم الله عليكي. ياني ياما ياني. تعالي ياما خشي ياني. سلامتك يا خالتي. هموت يا سونا. اسم الله عليكي يا هموت اختي. يا سونا يا اختي. العدوين واللي يكرهوك يا زوزة. بعد الشر ياما. عشان يا اختي نيموني، سايبيني واقفه ليه؟ ياني. اسم الله عليكي يا زوزة. ياني. هبقى اجي اشوفك بعدين يا اختي. يلا يا اختي، يلا يا ست الحكيمه. نرسى ياما نرسى. نرسى ياما نرسى. يلا يا اختي. في حاجه يا يوسف؟ لا انا كنت عايز اعرف بس اذا كان الشيمي بيقال لك على اللي عمله سعيد ولا لا. عرفت. وعلى فكره انا مش مستغربه. انا خلاص اتعودت على الحركات بتاعته دي من زمان. بصراحه يعني ده عيل خسيس ومش فاهم انا كنت متجوزاه ازاي. مش قصدي حاجه يعني، بس لا هو من توبك ولا من مقامك. يوسف انت جيت معايا ليه النهارده؟ هو انت متضايقه من وجودي ولا حاجه؟ لا بالعكس، انا بقيت مطمنه دلوقتي اكتر وانت معايا.
انا جيت باوامر من الشيمي بيه للحمايه يعني. انت عارفه سعيد وحركاته، بس لو تحب افضل معاكي على طول انا ما عنديش مانع. قصدي يعني لو في اي مشوار ولا حاجه. بص يا يوسف، الحركة اللي انت عملتها ورحت قلت لبابي على موضوع سعيد دي حركة حلوة قوي. على الأقل أنا حبيتها. وريتني قد إيه أنت جدع وإنسان كويس. بس بليز زي ما وعدتني. الموضوع اللي حصل معايا ده يا ريت ما يوصلش لبابي. يا ليه؟ انا موجود معاكي عشان احميكي وبس. وزي ما وعدتك قبل كده ما تخافيش مني. ميرسي يا يوسف. ميرسي على اللي أنت كل اللي بتعمله معايا ده. هاي. إيه الأخبار؟ يا اوكي اتس سو جود. قول لي يا رايق، لو حبينا ننجح حد في الانتخابات نعمل ايه؟ ندعي له. غير ندعي له. يا باشا خلاص بقى الكلام ده خلص. دلوقتي محدش بينجح غير باصوات الناس، غير كده ما تلاقيش. طيب نعمل ايه عشان نخلي اصوات الناس دي تروح للراجل بتاعنا؟ يبقى نخلي اصوات المنافسين كلها تروح له. حلو قوي. ازاي؟ نوقع المنافسين في الغلط. نخلي الناس تحس ان مفيش فرق بينهم وبين اللي قبليهم. ايوه بس المنافسين مش هبل عشان يقفوا في حاجه زي دي. يا باشا هم هيعملوا حاجه، احنا اللي هنعمل كل حاجه وكله بالطريقه. طب احكي لي. انا احكي لك. دلوقتي الراجل بتاعك هيعمل صوان كبير ويلم فيه اهالي الدايره، تمام؟ تمام. شويه ناس من عندنا يخش يتفل المنافس بتاعه. كلمه في حدوته الدنيا هتتطربق، الصوان هيتكسر على اللي فيه على الراجل بتاعك وتبقى بسيسه. كده هيبان المنافس ايه؟ بلطجي. بعديها على طول الراجل بتاعك ده هيعمل صوان يجمع فيه كل الحاجات الناقصه من السوق ويبيعها بسعر قليل، الناس تخش تشتري وتدعي له كمان. كويس. لا مش كويس، ما تفرحش، الصوان ده هيتولع فيه. كده هيبان ان مين اللي عمل كده. اكيد منافسين. قصدك الكلاب اللي مش عايزين الناس الشرف هيخدموا الناس الغلابه. ما انت عارفنا شعب غلبان ويموت في العواطف. الناس دي لو حس ان في حد بيعمل لهم حاجه هيروحوا معاه زي ما انت عايز. يا ابن القرود. هايل يا رايق. حبيبك يا باشا وتلميذك. ابن الفايل يا يوسف. اي امر تاني يا فندم؟ لا شكرا. ازيك يا شين؟ خالد دهشوري في البازار. ده ايه المفاجأة السعيدة دي؟ انت متأكد انها سعيدة؟ اه طبعا سعيدة جدا. تشرب ايه؟ لا مفيش داعي. اصل انا مش ناوي اقعد كتير. انا جاي اقول لك كلمتين على السريع وماشي. خير. كل خير. انا سمعت انك مرشح نفسك في الانتخابات اللي جايه وانت عارف ان انا داخل الانتخابات. طب ودي فيها ايه؟ فيها انك بتحط نفسك قصادي. لا ما تحسبهاش قوي كده يا دهشوري. انا اصلا قابلت عشان الناس واهل الدايره طلبوا مني كده. وبعدين مش مهم مين ينجح ومين ما ينجحش، المهم ان احنا نخدم الناس. ولا انت رايك ايه؟ برافو. برافو يا شيخ. ده انت كمان بدأت تحضر للكلام الحلو اللي هتقوله. اسمع يا شيخ، اللعبة دي انت مش قدها وما تعرفهاش وما لعبتهاش قبل كده. احسن لك ما تحطش نفسك في مكان انت مش قده. انا مش فاهم انت قصدك ايه. لا انت فاهم قصدي كويس. السكة مش سكتك. خلاص هتعلم امشي. الله، ده انت ناوي بقى. بصراحة اه. ماشي، انت اللي اخترت. بس خلي بالك، اللي يلعب الدح ما يقولش ايه. دهشوري، البلد اتغيرت واللي كان ليه سعر زمان بقى دلوقتي بملاليم. بيتهيألك. سلام. يا عادل، مش هتبطل تعلي صوتك على ابوك قدام الناس؟ يا رايق ما هو لما بيكبرنيش يرضيك يعني يشتمني قدام اللي رايح واللي جاي؟ يا عم اديك بالجزمه كمان، هو انت تكبر على ابوك ولا ايه؟ والله يا رايق انا كنت بتنافس ساعتها، ما كنتش عارف انا بقول ايه. معلش معلش يا عادل، استحمل ابوك كده خلاص، مش حمل الحاجات دي. روح يلا، بوس دماغه وراضينا، يلا. ماشي يا رايق. يلا عطول يلا. يا فتاح عليم رزاق يا كريم. قابل يا كبير. يا صباح الفل يا هيثم باشا. تعالى نحن نشوف الباشا يشرب ايه. عينيا يا كبير. تشرب حاجه يا هيثم باشا؟ ملوش لزوم يا ابني.
بص بقى، انا جاي لك في كلمتين من الاخر. أؤمر يا باشا. مفيش نزول انتخابات السنه دي. يعني ايه يا باشا مفيش نزول انتخابات؟ أنا لازم انزل وانتخب واعلم عليهم. قصدي انا اعلم عليهم على الورق يعني. تنتخب وتعلم حقك، لكن تبوظ لي الانتخابات وفي دايرتي اهو ده اللي مش حقك. يا باشا هبوظ انتخابات ايه؟ ده ليه واخد عني فكره وحشه كده؟ انا راجل عريس وفرحي كمان كام يوم، يعني مش فاضل الكلام ده خلاص. عموما اديني قلت لك، يومها بقى ما اشوفكش لما ابني كام عيل من عيالك القلاطيش ونازلين بقى تعملوا لي نمره ولا حاجه. يا باشا عيال ايه وقلاطيش ايه يا باشا؟ انت هتزعلني منك ليه؟ بعدين الكلام ده كان زمان خلاص، ما بقناش نعمله دلوقتي. الناس بقت عارفه وفاهمه كل حاجه. ويعني واحنا زمان كنا بنعمله ليه؟ ها؟ عشان الناس بتوعكم. خلصت يا سيدي، ولا فيها بتوعكم ولا بتوعنا، واحمد بقى زي الحاج احمد. فيا ريت بقى يومها ما اشوفكش طالع لي بحاجه، عشان انا كمان ما اطلعلكش بالحاجات اللي عندي اللي ريحتها كمكمت ونفسها تشمها. نفسها تشم هوا صح. طب عليا يا باشا، انا هنزل انتخابات انتخب وارجع لبيتي واكل عيشي. احنا خلاص بقى ناس كبار وعايزين انتخابات نزيهه. ماشي يا عم النزيه. سلام. سلام يا باشا. يا كبير انت هتنتخب مين؟ هنتخب نزيهه. يلا ها. طب ضربني يا كبير. ماشي. صباح الفل يا جيجي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جيجي؟ ازيك يا عم سيد؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي. طب انا في مشوار كده دي بقى. طير انت. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا رب يا هادي هات الزبائن ناحيتك. وعندك واحد شاي هنا سكر زياده لو عايز. ما تزعلش مني. حقك عليا. لسه فاكره؟ هو انت لسه عايش في دور متضايق؟ وبعدين يعني مين المفروض يصالح التاني؟ ما انت شايفه نفسك مش غلطانه. جايه ليه؟ عشان ما بحبش اشوفك كده. وبعدين وحشتني والله. وبعدين يعني مش كل شويه تمسك عليا كلمتين اتقالوا في ساعه شيطان. جيجي من الاخر كده، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك ما تزعلش مني ولا تبعد عني. بحبك يا دي. وبعدين يعني من ساعة اللي حصل وانا مش عارفة اتلم على بعض. بيكفاياني قوي اللي بعده. لا اله الا الله. هو انا يعني اللي عايز ابعد؟ يا بنت انا لما كلمتك في موضوع السفر ده انا اتكلمت فيه يعني عشان احنا الاثنين. طب ما بلاش نتكلم في الموضوع اللي بيخلينا نتضايق من بعض ده. بقول لك ايه، انا استأذنت ساعتين من المقدس، لو ينفع يعني نخرج النهارده. ساعتين بس؟ ساعتين 3 4 اللي انت عايزه يا قمر. يا ام يوسف استنى، راح فين؟ رايحه السوق. ما قلتليش يعني الست صاحبتك دي ما كلمتكيش على موضوع العنوان؟ لسه يا اخويا، اديني مستنيه. على العموم اول ما تكلمك يبقى قولي لي، لازم اروح معاكي. كتر خيرك يا ياسين، انا مش عايزه اتعبك معايا. اصلها بتقولي انه ممكن يبقى بره القاهره. ان شاء الله يكون في بلاد وائل وياك. ما ينفعش يا مديحه سيبك تروحي لوحدك في حته وناس ما تعرفهمش، ده كلام برضه. بقول لك ايه يا ياسين، انا عايزاك تقعد مع يوسف تاني، تتكلم معاه، تقول له انك كنت عارف ابوه زمان وتحكي له اللي حصل. هو بيسمع لك وهيصدقك. والنعمه من غير ما تقول بكلمه، بس هو الواد راكب دماغه. اعمل ايه بس يا ربي؟ ما تعمليش حاجه، خليها على الله. ما ينفعش تبصي لورا بقى دلوقتي يا مديحه، بصي قدام. ربنا يفرجها ان شاء الله. على قولك يا اخويا، على قولك. اللي حصل حصل وخلاص، ما عادش يجي منه. على العموم انا هكلمه تاني، يمكن ما كنتش عارف. طيب يا اخويا، فوتك بعافيه. بالسلامه. اهلين اهلين، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. فوت ادخل. يسلمك. فوت ادخل. بعرف عذبتك الشنطه كتير، ميرسي الك، بتشكر لك. ده انا اللي بتشكر لك. اجلس اجلس. مش عارف اقول لك ايه انت ولا ابو يحيى، انا مش مصدق لسه في ناس بالكرم ده. ما تحكي هيك، نحن كلنا اخوه. ربنا يديم المعروف. امين. حكي لي، واجهتك صعوبات في الطريق ولا شيء؟ لا مفيش، كل حاجه ماشيه زي الفل. نزلت من القطر لقيت الراجل اللي قال لي عليه ابو يحيى، جابني هنا على طول. نحمد الله، منيح، نحمد الله. الحمد لله. المهم ابو يحيى قال لي انك ممكن تشغلني معاك. شو بيك جاي حامي على الشغل وهيك شيء؟ بدي تترك لي فرصه كم يوم تدبر لك شغل منيح لإلك، والله يسوي لنا الخير ان شاء الله. يا مسهل، المهم ما ترحلش على مصر وارجع ايد ورا وايد قدام. ان شاء الله بترجع مجبور الخاطر، واعتبر البيت بيتك مثل ما بتقولوا انتوا يا مصريين. كل شيء هون متاح لإلك، بس اهم شيء ما تظهر الا لما تديني خبر لاجل ما اكون معك، واكيد انت بتعرف ليش. طبعا. اوكي تمام كده، اتركك هالحين
تاخد راحتك، البيت بيتك بالاذن. اتفضل. تعالى بقى يا بطل عشان ما تبردش، يلا. خش بسرعه 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 بسرعه. ايه يا عم الشطاره دي؟ بقيت سباح علامي اهو. ماما ما تفوتليش اي تمرين حتى لو وراها ايه. والله كويس، عملت حاجه مفيده في حياتها. طب قول لي بقى، انت مبسوط مع بابي هنا؟ اه. طب تيجي تعيش معايا هنا، تقعد معايا في الاجازه بتاعتك؟ انت عارف القريه دي كلها بتاعتي انا، عامل لك فيها مدينه ملاهي كبيره جدا علشان خاطرك. ومامي؟ مامي اكيد هنشوفها يعني، هتيجي تزورك اي حاجه يعني. انت مش كبرت بقى ولا ايه؟ طب هسألها. ماشي يا عم، اسالها وشوف هتقول لك ايه، بس عشان خاطرك انت بس. يلا هسيبك تشرب الجوز بتاعك، هروح اجيب حاجه بسرعه واجي على طول. اوكي؟ يلا. بعدين خروجة السينما دي كانت المفروض تبقى عليا اصلا، انت بس اللي دايما بتحب تعقدها. انا بعقدها؟ بتعقدها، مش انت عزمتني عندك مره؟ وانت بقى بترديها. لا ما اسمهاش بردها، بحاول اعمل معاك جدع. المصطلح الغريب ده، اعمل معاك جدع، اسمها بوجب معاك، اتعلمي بقى. هو ده قصدي. ليه بقى ان شاء الله؟ انا مش موافق على اي حاجه منك. ايه، مش راجل قاعد معاكي ولا؟ لا مش قصدي طبعا، اكيد يعني. عارف انك مش قصدي. احكي لي بقى، ليه موضوع النزاعات ده؟ مفيش، هو ده حلمي من وانا صغيره، من قبل ما اخش الاعلام اصلا ولا اي حاجه. وبعدين انا عايزه اعتمد على نفسي واشتغل، انا مش عايزه اقعد معتمد على ابويا انه يصرف عليا. زعلانه ليك اب بيصرف عليكي ومخليكي مش عايزه اي حاجه في الدنيا؟ انت ايه، غاويه شقه؟ لا بص يا ديبو، اي انسان بدون شغل ملوش معنى في الحياه، وانا مش من النوعيه دي. انا عندي طاقه باور عايزه اطلعها في حاجه. ما انت لو ما نشفتيش دماغك في موضوع الوسايط ده كنت كلمت لك اي حد في الشغل عندي وعينك في احسن مكان. اوه هتعمل لي زي امي بقى؟ انا مش بتاعت الكلام ده يا ديبو. اسمعي كلام امك، البلد دي ماشيه بالطريقه دي. وابص على نفسي في المرايه واقول لنفسي ان انا واخده مكان حد تاني. بصي فين؟ اعمل ايه؟ بصي فين؟ المرايه. مرايه؟ انت بتبصي في المرايه بقى وحاجات. مرايتي، قولي لي يا مرايتي بقى. في حاجه اسمها ضمير يا ديبو، وانا ضميري ما يسمحليش بكده. مش هقدر اقنع نفسي ان البلد ماشيه بالطريقه دي. على فكره انت عاجبني، قصدي يعني عاجبني طريقه تفكيرك، يعني هايله بصراحه. كل الناس بيقولوا لي كده. ايه التواضع؟ يا سلام. ثانيه واحده، ثانيه. الو. تمام. انا خلاص جاهزه على النزول اهو. شغل؟ انت مش قلت لي انك فاضي النهارده؟ لا خلاص، لما تخلص طب كلمني. سلام. مساء الخير يا مامي. مساء الخير يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تعبانه قوي. نودي اطمنتي على باباكي؟ لا ما اطمنتش، بس ما تقلقيش، لو جراله حاجه هيبقوا يقولوا لنا. استني عايزه اقولك، الراجل صاحب البيت زود المبلغ 20,000 كمان. مامي مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ من فضلك قولي له يريح دماغه، احنا مش هنبيع، اوكي؟ عن اذنك هروح ارتاح شويه. بجد انا مش قادره اصدق الزفت اللي اسمه سعيد ده. بحاول اكلمه تليفوناته كلها مقفوله. عايزه اطمن على رامي يا بابي. هو فين يعني يا غاليه؟ ده مع باباه. سيبيه يا حبيبتي يتفسح له يومين. على فكره ده ابني انا حره فيه، وانا اللي قرر امتى يخرج امتى ما يخرجش. هو في ايه يا غاليه؟ انت بتستني اتكلم علشان تحرجيني؟ لا يا حبيبتي، غاليه ما تقصدش. لا هي ما بتحبنيش وكمان ما بتسمعش كلامي حتى لو كان صح. خلاص يا غاليه، انا سايبه لك المكان كله عشان تتكلمي فيه براحتك. يا الله. معلش يا بابي بس انا مش قادره عليها. خلاص بقى يا غاليه، خلاص. المهم النهارده بعتوا لي ريبورت على الايميل بيقولوا لي ان التجاوز في الارض دي كلها مش طبيعيه وبتاع فعلا. طب دي اخبار كويسه. عملت ايه مع الدهشوري؟ جالي عشان يهددني يا ستي. سيبك منه، بتاع كلام بس. المهم انا قلقانه على رامي دلوقتي. انا همشي ولما اطمن عليها بقى اكلمك. اوكي يا حبيبتي. باي بابي. تصبح على خير. ايه يا جدعان؟ دماغ فيها ايه؟
سعيد بيه بيقول لك جرس ودني بس عشان ما تلعبش مع الكبار تاني. ازيك يا راجل يا شقي؟ ياه عاش من شافك يا راجل. ازيك يا شيمي؟ كرسي يا فاروق. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت يا عامل فوزي؟ ايه؟ الحمد لله، وحشني الحمد جدا لله. جدا جدا. اشكرك يا ابني. اقعد اقعد اقعد. ازيك يا عم؟ اخبارك ايه؟ قول لي انت يا عم، طول الوقت مسافر كده ولا ايه؟ هعمل ايه يا شيمي؟ ما انت عارف بقى هايدي والعيال بره. بس تصدق انت ليك وحشه كبيره جدا والله. الله يخليك يا فوزي. اصل انا كنت معدي عشان اطمن على الولد يوسف بعد الحادثه اللي عملها، فقلت اجي اشوفك بالمره يعني. فيك الخير، فيك الخير يا بقول لك شيمي. يا مقدس، تعالي تعالي يا جيجي. لا مؤاخذة مش عارفة إن عندك ناس. انت مش عارفه ده مين؟ لا مش واخدة بالي. ده يا ست شيمي صاحب البازار اللي بيشتغل فيه يوسف. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ اهلا بيكي. طب تحب تشرب إيه؟ لا معلش لازم اقوم. لا لا لا، ازاي تيجي ازاي دي؟ خليني اعمل له شاي لو سمحتي. حاضر بعد إذنك. ها ها ايه اخبارك؟ قول لي انت اخبارك ايه؟ في حد يبقى عنده مصر زي دي يفضل قاعد بره؟ تصدق بالله يا شيمي انت لا عمرك هتتغير ابدا مهما طال الزمن. يا عم دي بنت غلبانه بتجري على رزقها ورزق امها. وماله يا سيدي؟ انا طول عمري ما عنديش اي تفرقه بين الطبقات، خصوصا في موضوع الحب ده. الامور انت هتعمل الله يخرب مخك يا شيمي. بس انت غلطان يا يوسف، كان لازم تكلمنا في ساعتها على طول. يا عم بقول لك خدوه على اخوانا. ايه يا عم يوسف؟ مين سعيد ده؟ يا جدعان يا جدعان، واحد ما تعرفوهوش فيه ايه؟ وعشان ما نعرفوش هنسيبه يعني؟ يا عم قول لنا هو مين واطلع انت بره الحوار كله. ممكن انتوا مالكوش دعوه بالحوار ده حوار يخصني وانا هخلصه. يا يوسف في حاجه اسمها تخصني وتخصك. ايه يا يوسف؟ الواد ده لو بات ليه في بيته النهارده يبقى نلبس طرح احسن. طيب انا بقول لك من فضلك مالكوش دعوه بالحوار ده عشان انا هصطاده وهيبقى ليه رؤى. ايه رؤى ايه وزفت ايه؟ ايه في ايه؟ من امتى اي حد فينا بيتصرف من دماغه؟ يا عم قول لنا هو مين، قول لنا هو مين، ما تقرفناش. يا جدعان خلاص بقى ما تقرفونيش انتوا، انا مش عايز اتكلم في الحوار ده دلوقتي. انتوا في ايه؟ قوم افتح مين؟ قوم افتح انت يا عم. يا عم افتح يا عم. اهلا. يوسف خليك زي ما انت، خليك زي ما انت مستريح. لا مؤاخذه يا باشا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا باشا؟ خطوه عزيزه، اتفضل يا باشا. اشكرك. شيمي بيه صاحب البازار. اهلا وسهلا شيمي بيه. اهلا وسهلا. شاي يا حاجه. لا شاي ايه؟ احنا هنعمل غدا بقى. لا ملوش لزوم. لا ازاي ملوش لزوم يا باشا؟ انت اول مره تجيلنا يعني، ازاي ما تاكلش الغدا يا حاجه والنبي؟ لا انت عارف ان لازم اروح المحل. احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ ابدا يا باشا، سعيد شم خبر بالاتفاق بتاعنا فحب يعلم عليا. كلب قذر. لا مؤاخذه شيمي بيه، الواد اللي اسمه سعيد ده يطلع مين؟ ده واحد بيني وبينه خلافات وحب يدخل يوسف بينا، بس يوسف طلع اصيل وبلغني ودي كانت النتيجه. طب حلو الكلام، يعني احنا دلوقتي لينا حق عنده ولا انا بتكلم في الغلط؟ يا عم ميمي ما تهدى بقى. اقول لك ايه عشان تهدى؟ مالكش دعوه بالموضوع ده يا اخي. ديبو خدوا وامشوا يا اخي، خدوا وامشوا. يا عم اهدى يا عم. يلا يا ميمي بس نروح مشوار. يلا بينا بس، يلا بينا يلا بينا. ماشي يا يوسف. يلا. مين الناس دول؟ دول اخواتي يا باشا، ميمي وديبو. خلينا في المهم دلوقتي. الحوار اللي دار بيني وبينك يا باشا واللي اتفقنا عليه قلته لحد؟ لا. محبوس هنا ولا ايه؟ وبعدين بقى بعد اذنك يا مقدس، كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. تعالي يا جيجي اتفضلي. بعد اذنك اتفضل. خير محتاجه فلوس؟ خيرك سابق. لا انا بس يعني كنت عايزه افضفض لك شويه. قولي. ديب قالوا ديبو. ما بقتش فاهماه. بقيت حاسه اني لا طايله ارض ولا طايله سما معاه، وكل شويه يقول لي اصبري يا بت، بكره هتتعدل وهتجوزك. كل البنات اللي في سني ولا اصغر مني اتجوزوا الا انا، وبقى معاهم عيال. حاسه ان كل الناس بتتحرك من حواليا وانا واقفه محلك سر. خلاص طب ما تتكلمي معاه. غلبت كلام معاه
واخرتها بقى عايز يسافر ويسيبني. بص يا جيجي، انت عايزه ايه؟ انا عايزاه طبعا، ده هو سندي وظهري. خلاص يبقى تستنيه. لحد امتى بس يا مقدس؟ دي ام صامبو جايبه لي عريس، فاكراني بايره، بقيت بصعب على الناس كلها، وهو ولا حاسس بيا. شوفي اللي عملته ام صامبو ده قصدها منه خير يعني، الكلام ده ما فيهوش عيب. العيب بقى انك انت تفضلي محلك سر وما تشوفيش حالك. شوف حالي ازاي يعني، اعمل ايه؟ ايوه يا بنتي، الدنيا ما بتوقفش على اي حد. معايا انا بقى هتقف عند الديب. لا، ما انت كده بقى بتقفليها من ناحيتين، ولو عايزه نصيحه عمك فؤاد انت لازم تفتحي واحده من ناحيتين عشان الامور تسلك. يا تستنيه، هو اول ما يبقى جاهز هيجيلك، يا بقى تشوفي حالك وتطلعيه من دماغك خالص يعني. يوسف، ورشة النحاس بعتوا الطلبية اللي احنا عايزينها ولا لسه؟ المفروض توصل النهارده. طب خلاص بقى كلمهم، قول لهم يبعتوا الطلبية على كرامة في الحسين على طول، يعبيها ويبعتها لي، بدل ما ناخدها ونوديها ويرجعها وتبقى قصة. ماشي حاضر، هكلمهم واخليهم يغيروا على طول. اوكي. يا روحي مامي، يا روحي مامي، يا روحي وحشتيني وحشتيني وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي انا. قول لي مامي بقى اتبسطت مع بابي قد ايه؟ انبسطت قوي يا ماما. لو سمحت يعني بعد اذنك ما تبقاش تقفل تليفونك تاني عشان اعرف اطمن على ابني. لا اطمني، رامي هو معايا مبقاش محتاج لاي حد خالص. اهلا، ازيك يا جو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ زي ما انت شايف عايش. مش مهم يكون عايش، المهم يكون مبسوط. وانت اللي يشوفك يزعل يا سعيد. عايز حاجة تانية يا سعيد؟ لا خالص، انا كنت بوصلك بس الولد وبديهولك في ايدك، خلي بالك منه. كلمك يا رومي. رامي خش جوه يا حبيبي، سلم على جدو، يلا يلا. يوسف، انا مش عايزاك تزعل، سيبك منه، هو عايز يستفزك وخلاص. انا عارفه حافظه كويس. تمام. خلصت اللي في ايدك بقى وحصلني عليك. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده هو. سيد، جهز اغراضك، لملم حالك، راح ننتقل من هذا المكان هالحين. ماشي حاضر حاضر. بسرعه يا سيد، يلا يلا سيد. ماشي. عارف يا سليمان، انت الوحيد اللي في المنطقه دي بسلم له رقبتي. معلش يا رايق، لاجل الورد يتسأل عليه. طب خف ايدك عليه بقى بدل ما يقوم يعملها معاك. خبر ايه يا عم ياسين؟ انت هتسخنها علينا ولا ايه؟ انت هات كل الجرايد والمجلات اللي عندك قديمه، مفيش جرايد النهارده خالص. يعني انت شايف الناس بتقرا قوي، الناس فيها اللي مكفيها. عشان ما بيقروش. يا جدع يا دياب، تعالى بص كده، عورني ولا ايه؟ لا 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 عيب عليك. من حقه يطمن يا سليمان، الليله ليلته. ليلته ايه؟ ده بقول لك لسه العشاء وخلاص. اعمل ايه بقى يا دياب؟ والله انا ما كنت عايز اعمل حاجه، لو ان جيلي قال حرام، موحه برضه وفرحها، اعمل لها حاجه صغيره، رحت عامل. اصيل والله يا رايق. امال ايه تربيتي؟ يا نهار اسود، ايه يا جدع اللي انت عملته ده؟ ايه؟ يا انت مجنون ولا ايه؟ عملت ايه؟ ايه انا قامت منك ولا ايه؟ عمل ايه؟ خلي قفاك شوارع. ايه ده ايه هذه المطبات دي يا عم ما عملتش حاجه. بص خلاص يا رايق، المرايه ما بتكذبش. بص ديبو بيهزر معاك يا هلا. يا عم ياسين كمان برك معاه، ده حبيبي. يا عم مش تاخد وش؟ انا هاخد وش. ها؟ بقول لك ايه، عايزه على الناعم عشان احتمال يبقى فيها عروسه النهارده ولا حاجه. اللي صح يا عم ياسين، هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ جبت لك حته عيل بدل النادي اللي قاعد جنبك ده. يا رايق، ده انا نفسي يا ابني بطلت اسال روح السؤال ده. يا عم في ايه؟ ما احنا كلنا حواليك اهو. ايه يا عم انت في ايه مالك؟ يا عم انا عارف، انا بسال بس عايز اعرف السبب مش اكتر.
زمان يا رايق وانا في سنك انت وبيبو كانت الدنيا سرقاني يا ابني. صحة وشباب وعافية، لا وايه وعزوة كمان. من ناحية اخويا ومن ناحية ولاد عمامي، في البلد ولاد خلاني. منين ما تروح تلاقي حد من عزوتك. فكرتش بقى اجيب حتة عيل يشغلني، ما العيلة كبيرة ومفرعة والدنيا مزهزهالي وداخل فيها بصدري وبقول لي عافية اوديكي فين. زي ما تقول كده نمت وصحيت لقيت نفسي كبرت والقطر فاتني، والعيله المفرعه ديت صفصفت عليا انا والواد الندل ده. ايه حكايه النادي؟ ما انتوا مالكوا في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ حسك في الدنيا امال؟ لا عاد حد بيسال على حد ولا حد داري بحاجه. انتوا بقى هتقلبوا على لما واجع بقى ولا ايه؟ ده ايه القعده دي؟ انا عندي مشوار يا عم. راح فين؟ راح عند واد يوسف. لو في حاجه هكلمك ها؟ ماشي. سلام. سلام. الحسابه دي الحساب يوم الحساب. ما تقلقش يا عم ياسين، الحلقه دي عندي. يا انت يا عاوز تضرب تاني؟ لما يجي اللي مشغلك يا روح امك قول له ان مش يوسف اللي تتقرص ودانه، وانه لو فكر يعمل كده تاني مش هقرص ودنه، انا هقطعها له. مبروك يا ميمي دخلت القفص يا معلم. هو مالك يا سيف؟ لا يا عم ديبو الاول. بقول لك يا يوسف مع بعض. يا عم اي حد بس نخلص منكم. صباح الفل يا كبير. يلا بقى يا بنات شد حيلكم علشان نفرح بيكم. او النبي يا ياسين خد يا حبيبي. العب. بيقول البنات يا زوزة. ترى ايه يا مرة انت قطعت رسالة ولا ايه؟ يا عمتي ويدي يا عمتي ايه؟ احنا ما كناش نعمل حاجه، جيل اللي صممت نعمل القعده دي. ربنا يكرمك يا جيجي يا حبيبتي ونفرح بعدلك قريب قوي انت وشهد وشيماء. او النبي ادعي لها يا ديحه. ربنا يخليك يا خالتي. تعيشي يا خالتي. هو احنا هنفضل قاعدين كده؟ احنا لازم نهيص للبنت موحى. الله ازاي يا جيجي واحنا متفقين على ايه؟ الله، ده فرح يا رايق، دي ليله اختي. ما تهدى يا بنت في ايه؟ ما تسمعي الكلام. الله، ده ليله دخله مش ميت، ما تشغل حاجه يا رحمه. سيب البنات تفرح يا ديب. ينفع يا عم ياسين؟ ينفع ولا ازاي يا عم ياسين؟ شغل يا عم شغل. ماشي يا عيني يا كمان. الله يا سوسه. رايح فين على الصبح كده؟ مشوار على السريع كده وهرد على طول. مشوار ايه دلوقتي يا سيكا؟ مشوار. طب اعمل حسابك نتغدى سوا. يدوم يا حبي، يلا بالاذن. اتفضل. سلام. سلام. صباح الفل يا ام يوسف. يسعد صباحك يا حبيبي. ايه ده على فين العزم؟ نازل بقى اتفسح شويه، الشوارع وحشتني قوي يا ام يوسف. طب يلا تعالى بسم الله افطر بقى، انا عامله طبق فول انما ايه يستاهل بقك. لا بالهنا والشفا، اصل انا مش متعود افطر. اوعى تكون مكسوف يا واد. مكسوف ايه يا ام يوسف؟ ده كلام. طب خلوه على الغدا وانا افرم لك امه. ماشي يا حبيبي مستنيين. يلا بالاذن. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. السلام. ها ما قلتليش عملت ايه عند بابي؟ اتبسطت؟ اه طبعا. وشفت مين هناك بقى؟ انكل عادل وطنط سوزي. ومين كمان؟ وطنط داليا. داليا مين؟ مرات جده؟ اه بس ما كانتش هناك، رنت على بابي. ورنت على بابي قالت له ايه؟ مش عارف ما كانش قاعد بس انا شفت صورتها على الموبايل. طب يلا يلا عشان انا لازم امشي دلوقتي. ده ايه الفصلان ده وقته؟ انت رايحه فين انت كمان؟ رايحه افتح لامي، ما انتش سامع الفرح اللي عاملاه بره. شويه وهتزعل وتمشي بره. بس عليك يا ماما، دي مهما كان امي بره. مع عمتي برضه سايبها واقفه بره، في ايه؟ الله، دي خالتي سونا كمان. خالتي سونا كمان؟ وجيجي. وجيجي وانت فرحانه ولا ايه؟ ايوه. بقول لك ايه يا سيدي، هيمشي دلوقتي. لا هتروح تفتح انت ولا اقوم افتح انا؟ هروح انا. بس قولي لي انت اوعي تقومي ورايا. ماشي. اوعي تقومي. ماشي. ايوه. الأربعة أيوة يا الحياة مأمنة
خلاص المنطقه كلها عرفت اني اتجوزت جوه خلاص. شكرا شكرا. تعبت بس شكرا. سماح نايمه سماح نايمه سماح نايمه. انت ايه اللي هقول لك دلوقتي؟ قصري يا زيزي. يا ربي يا رب على الناس. في حاجه في الجورنال يا بابي؟ جانا على اسم الدهشوري ده تافه تفاهه، عامل اعلان نص صفحه في الجورنال قاعد في نفسه وبيضحك على مين؟ طب على فكره ده مش غلط، مش قصدي يعني اللي عمله الدهشوري، بس موضوع الدعايه دي بحد ذاتها مهم جدا. لما نشوف بقى. اديني بعت يوسف يعمل كام يافطه في المطبعه. بس اوعى يا بابي يعني يكونوا من اليوفط القماش. يا بنت بقول لك المطبعه اليافطه البلاستيك الجديده اللي بيعملوها. خلاص يا بابي ما تقفش عليا، في ايه؟ اخبار الجماعه بتوع السفاره ايه؟ الناس دي حبالها طويله قوي. لا يا بابي خلاص الموضوع قرب يخلص، ما فاضلش غير شويه ورق. اوعى بس يكونوا بيلعبونا ويروحوا يلفوا على الراجل صاحب الارض من ورانا. عيب عليك، ده انا غاليه للشيء. طالع على ابوك ايه؟ بابي صحيح انا عايزه اسالك على حاجه. انت حكيت لحد تاني عن موضوع سعيد ويوسف؟ حد تاني مين؟ ما انت عارف ان اسرار الشغل ما بتطلعش بره. مش عارفه يا بابي، في حاجه غريبه قوي حصلت النهارده. رامي جه قال لي انه شاف نمره داليا على تليفون سعيد وهو عنده في القريه. هو رامي حافظ نمره داليا؟ اذا كان انا ما اعرفهاش. بابي سعيد عنده نمره داليا بصورتها. قولي لي يا بنت، الرايق طلع رايق ولا طلع موسع؟ ام السعد ايه يا اما طفي من وشك. طب ده رايق روقان الدنيا. ايوه يا بنت وقد كده يا الله الله ايه؟ قلت له ما يا سماح. كل خير يا اخويا. حلو الحمام يا رايق. حلو يا عمتي تسلم ايديك. بالهنا والشفا يا حبيبي على قلبك. حبيبتي مش يلا بقى ولا جيجي؟ نعم. مش يلا ولا ايه؟ ايه هنمشي؟ صباحي ومباركه يا عريس. هتتغدوا معانا؟ لا ما نتغدى. طب يلا بقى يلا. وهو يقدر على غدانا احنا كلنا. يلا يا مدير يلا يا مدير. يلا يا اخويا يلا هكلمك. مبروك يا رايق. اكلمك يا جيجي اكلمك. مبروك يا اخويا. سلام. مع السلامه يا سلام. يلا يا جيجي يلا. كنت عارف اني اشوفك النهارده. يا سلام، ده انت واصل قوي بقى. طب ويا ترى عارف ايه تاني؟ عارف انه مش عيد ميلادي. مش لازم يبقى عيد ميلادك يعني، دي عادي، دي كده. كده ايه كده؟ ده عيد جديد ده ولا شفت حاجة حسيت انها هتعجبك فاشتريتها لك. بس باين عليها يعني هديه جامده جدا. ده انت اللي جايب. أمينة أنا مبسوط. وانا كمان مبسوطة. طب انت مبسوط ليه؟ مش عارف بس مبسوط. أول مرة أحس إن حد مهتم كده يعني بيجيب لي هدية بحس بيها يعني. حاجات جديدة يعني. أنا قطعت هدومي عشان يجيبوا لي حاجة لما جابوها. خلاص لو كده دايما اشتري لك هدية. لا لا هي مرة واحدة وخلاص. بس كفيني مرة واحدة. ما صبتليش معاك ليه؟ ولا هو الغايب ملوش نايم؟ شكلنا ملناش نايم في اي حاجه خالص. بتقول كده ليه؟ مالك؟ المقدس شكله ناوي يرجع لبنته تاني. ما المقدس طول عمره رايح جاي، ايه الجديد يعني؟ المره دي وان واي، رايح ومش راجع. انت بتتكلم جد؟ صدقيني زي ما بقول لك كده. وانت جبت الكلام ده منين؟ هو اللي قالك بنفسه؟ هو ما قالهاش بصراحه كده بس انا حسيتها من كلامه. طب والمحل والتجاره هيعمل فيهم ايه؟ ما هي دي الوقعه. شكله هيديهم لحد من صحابه ولا معارفه، يشوف بقى هيكروشنا ولا هيعمل فينا ايه. ربنا يبشرك بالخير. انت بتبكتيني على ايه؟ وانا في ايدي اعمله طيب؟ ما الواحد لو معاه قرش ولا حاجه ما كانش ساب المحل والورشه دلوقتي يروحوا في حته، بس هنعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. بص محدش عارف الخير فين، مش يمكن تلاقي بنته هاي زي اللي جايه تقعد معاها هنا؟ يا بنتي انت في حد يسيب بلد دي ويرجع لها تاني؟ انت طيبه. خليك انت كده شايل الهم، انا مش ناقصه قرف، رايحه اعمل كوبايه شاي. روحي. سلام يا كبير، شايف البير والنبي، شايف اللعب يا كبير. ايه اسمه ده نحله الواد ده؟ كريستيانو رونالدو. ايه؟ كريستيانو رونالدو ده احلى لعيب كوره في برشلونه يا كبير. بس عالي قوي. انت غالي جدا يا كبير، ده اغلى لعيب كوره قدم في الكوره الارضيه كلها. اخيرا الحمد لله على السلامه يا برو. وحشنا ميمي. اخيرا ايه يا؟ دول 3 4 ايام اللي قعدتهم في البيت، هتعمل لي عليهم قصه. سيئة على اخوك سيئة، انت اخويا حبي وافرح لك. انا كمان نفسي افرح بيك يا. امتى بقى تهدى وتكلني في حته؟
لا سامي ما ماليش في الحوارات دي. ماشي. غطسان فين بقالك كام يوم؟ بتعمل مصيبه ولا ايه؟ مفيش يا عم، بنتفسح في البلد. فسح فسح. من ساعه ما رجعت وانا سايبك. قلت هيجي لوحده ويحكي لي. انت معاك حكايه هناك ولا ايه؟ ايه اللي نزلك فجاه كده؟ ابدا يا حبي، الشغل كان ماشي زي الفل زي الفل، والقرش رايح جاي، واخدنا اقامه كمان. كنا شويه وناخد الملك. بس تقول ايه بقى؟ مرات الراجل الخواجه مش سايباني في حالي، بنت عامله زي الفرسه، طليانيه من الجنوب، بنت بحر يعني. بيني وبينك انا استحرمت ابيع الراجل اللي ماكلني عيش. قمت اخدت حاجتي وقلت له شاوي يا خواجه، وجبت بعضي وجيت. مش احسن من الحرام يا برو؟ احسن برضه. ماشي. ها قولي لي بقى الحركه بنت المجانين اللي انت عملتها يوم ما جيتي لي المستشفى بالليل دي ازاي؟ ما خفتيش يا بنت امك ولا اخوكي دياب يشوفوكي وانت نازله؟ خفت ما اشوفكش تاني. الله اكبر يا جدعان. معلش انا اسف يا جماعه، اهل الكافيه يعني اتنين بيحبوا بعض عادي يعني. معلش بس انا ما كنتش اعرف اني غالي عندك قوي كده. عشان ما بتحسش. وجزمه قديمه ومبرطشه وريحتها تقرف الكلب كمان. ها ايه رايك بقى؟ بس بموت فيكي بجد. وحياة شيمو. يا يوسف انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ ها؟ ليه؟ في يا بنت؟ وانت تقعدي تنطلي كل شويه زي الفرقعلوز ولا ايه؟ انا مش منبه عليكي، رجلك ما توبش ناحيه الحاره هنا تاني ابدا، يا اما هكسرها لك. ما انت مش راضي تعبرني ولا حاسس ولا دريان بالمشكله اللي انا فيها. ما تولعي بجاز وسخ انت ومشاكلك، هو انا فاضيلك؟ يا عم اهدى يا عم، الناس هتتلم، هو في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، بنت مجنونه وكدابه وبترمي بلاها عليا. انا كدابه؟ انا كدابه يا يوسف؟ ولو انا كدابه اللي في بطني ده يبقى ابن مين؟ ابن مين يا انسه ولا مدام انت؟ دي جاي ترمي بلاك على الجدع ولا ايه؟ اسمعي يا بنت انت، لاخر مره بحذرك، لو هوبتي ناحيه الحاره هنا تاني اكسر دماغك ومرمطك قدام الناس كلها. مرمطني يا يوسف، مرمطني، ما هو ده اللي ناقص. طبعا ما انت خدت اللي انت عاوزه ورمتني. لا يبقى انت ناوياها بقى يا روح امك. ايه ده يا عم يوسف؟ مش كده مش كده. ايه انت يا يوسف؟ في ايه؟ كمان هو ده اللي ناقص. اهدي. في ايه؟ اساله، ما هو قدامك، ساله في ايه؟ مفيش حاجه يا ميمي، بنت كدابه وبترمي بلاها عليا. يا عم الناس قدامك. انا كدابه. اهدي بقى. تعالى يا عم يوسف. خدها سيبها. ما تتخشيش. حامد منه ومش هتعترف بيه يا جبان. اهلا بالراجل التعبان. ليه بس كده يا جنرال؟ ليه؟ ايه انت مش كنت حزب وطني؟ ايه اللي خلاك تنط على حزب تاني يعني؟ انا مستعد كمان اربي دقني وامسك سبحه واحط ورقه بوسطه واخش في الهوجه كمان. يبقى ما غلطتش لو قلت عليك راجل تعبان وبتغير جلدك كمان. عمرك ما تغلط ابدا يا جنرال. خير يا دهشوري. الشيم يا باشا. اشمعنى؟ نفسي اظبطه ظبطه محترمه، حد مكبرها في دماغه ومتخنها في مناخيره لما كبرت قوي 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 بقت فوق، وعاوز اكسرها له. نازل قصادك؟ مفيش حاجه تخفى عليك يا جنرال. دي حاجه غريبه جدا. الناس كلها بتعرف ازاي تختار اصحابها، الا الراجل ده بيعرف ازاي يختار اعدائه. الموضوع بين ايديك يا جنرال. انت لازم تنجح يا دهشوري. بركه فيك يا باشا. سلام يا دهشوري. باي يا حبيبي. كلم دي والعيال اللي معاه. بعد اذن جنرال، يعني لو كان لي انا نقول وجهه نظر، يعني بحكم خبرتي وعشتي مع سعادتك ممكن افهم سعادتك بتفكر في ايه. تهيألي كده سعادتك عايز قرصة ودن خفيفة لشيمي ترجعه لمربعه. العيال دي بقى ديب والعيال اللي معاه اتراقبوا شوية، بقوا يتسكنوا في عمليات أكبر من كده. فأنا وجهة نظري ده لو من حقي إن أنا أقول وجهة نظر طبعا، إن إحنا نجيب طقم جديد لنا هو اللي خلص لنا العملية دي، بعد كده نستفيد بيه قدام. أنا ده رأيي، وطبعا الرأي الأول والأخير لسعادتك يا جنرال. العيال دي عندك؟ موجودين وفي خدمة سعادتك. خلوهم يجهزوا وينفذوا، بس مش على البازار. أمال فين يا باشا؟ على بيته.
الدهشوري لازم ينجح، مش عشان الدهشوري يستحق النجاح، لا، عشان الشيمي هو اللي يستحق الصوت. يسقط يا باشا. واحده واحده بقى وبالراحه عشان افهم الدنيا فيها ايه. العروسه اسمها ايه؟ نادين. عاش الاسامي يا ست نادين. في ايه مع يوسف؟ انا ويوسف نعرف بعض من 3 سنين وحبيته قوي، وهو كمان حبني جدا على فكره وما يقدرش ينكر كده، وكنا عايشين مع بعض زي المتجوزين. لا زي المتجوزين ولا متجوزين؟ لا متجوزين عرفي، وانا حامل منه كمان. حامل من مين؟ من يوسف. حامل من حامل من يوسف؟ ايوه. طب الورقه دي دلوقتي مع مين؟ مع ماما مديحه. ماما مديحه مين؟ مامة يوسف. مامة يوسف؟ اللي هي ماما مديحه يعني. ايوه ماما مديحه. يا نهار اسود. طب صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. طبعا اللي حصل ده ما رضيش ربنا ابدا، بس انا بقول لك يوسف ده عيل طيب، بس هو بيتنرفز كده على طول. بس انا بقول لك اول ما يشوف الواد ده هيلخ. واد ايه؟ الواد ابنه، مش البطل ده ابنه ولا ايه؟ اه. انت دلوقتي في الكام؟ في الثالث. ماشي. انت اول ما ربنا يقومك بالسلامه وتخلفي ان شاء الله تجيبي الواد وتيجي على هنا، وانا بقول لك لو ما رضيش ياخده احنا اللي هنربيه، ده لحمنا برضه هنرميه في الشارع. لا معلش، هو بقى اللي لازم ياخده ويربيه في حضنه وغصب عنه كمان. يا ست الكل انا بحل المشكله دلوقتي، بعدين يحلها الف حلال. ماشي الكلام؟ ماشي. ماشي. متشكره قوي يا استاذ. اسم ميمي. متشكره يا استاذ ميمي. ماشي يا ستي، تعالي دلوقتي اوصلك تمشيش لوحدك، هدي عشان الدنيا تتظبط. اوكي. يلا. اخبارك ايه يا مديحه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا مدام، نحمد ربنا. على فكره ليكي عندي اخبار حلوه. يبقى جبتي لي عنوان الراجل صح؟ صح. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. بس هو في مشكله كده. خير يا مدام؟ اصله مش في مصر. امال فين؟ في بنها. حرام عليك يا مدام، وقعتي قلبي. انا كنت فاكراكي هتقولي ان هو بره مصر خالص. لا انا قصدي يعني انه بره القاهره، بس قلت يمكن تزعلي لما تعرفي ان المشوار بعيد عليكي. بعيد عليا؟ ده انا بعد اللي شفته في حياتي امشي لاخر الدنيا على كعوب رجليا بس الاقيه وارتاح انا ويوسف بقى. ان شاء الله، انا متفائله خير. يا رب يا مدام، يا رب. يا رب يا حبيبتي، خدي اتفضلي. متشكره، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. ايه ده؟ واخرتها ايه في ايد اهلك المرعوشه اللي كل يوم تكسر لنا بيها حاجه دي؟ ما تزعلنيش يا يوسف. ما زعلكش ايه؟ ما انت غلطان. بزعلني يا يوسف، انا هنا زي زيك بالظبط. زي زيك ايه؟ انت مجنون يالا ولا ايه؟ يوسف عشان خاطري خلاص، عشان خاطري. قوم معايا نتكلم جوه. قوم. الله، هي بقت كده. عايز واين؟ اتفضل. انت منعها تجيب لي واين ولا ايه؟ اخر مره شربت فيها كان شكلك وحش قوي، وبعدين احنا متفقين اكتر من مره ان انت لما تنزل من هنا ما ينفعش تنزل مش مركز عشان ما يحصلش مشاكل. يا سلام، هو ايه اللي حصل اخر مره يعني؟ كل ده عشان ضربت السكرتير الحيوان اللي واقف على باب بيتك؟ انا ما بحبش الصوت العالي. اوكي، مفيش صوت عالي ومفيش واين كمان. وقلت 100 مره التليفون يفضل مقفول طول ما انت هنا. ها يا شيخه ماجده، هنعرف نعمل له حاجه؟ ايوه ينفع، بس صاحب القطر ده دمه زفر قوي. يعني ايه؟ حباه وعشقاه. اه طبعا بحبه، وهو كمان بيحبني. امال جاياني ليه؟ لا يعني هو كان بيحبني، بس فجاه قلب عليا ومبقاش طايقني. حصل حاجه بينكم؟ لا خالص. ده لازم يتعمل له عمل تقيل قوي عشان يصرف جسمه، بس العمل التقيل ده هيكلفك كتير لان بيحتاج بخور مخصوص وحاجات تانية غاليه كتيره قوي. اللي هتقولي عليه هدفعهولك. انا ما باخدش حاجه ليا، انت تروحي تجيبي طلباتك وترجعي لي تاني. وانا اجيبها منين بس؟ لا اتصرفي انت بمعرفتك. يبقى تسيبي 2000 جنيه مطرح ما انت قاعده، ولما يتم المراد هيبقى لنا كلام تاني انا وانتي. 2000؟ ايوه. عن اذنك. شيمي، اعمل لك حاجه تشربها؟
شيمي، ها؟ ايه ده؟ فرحان في ايه ده كله؟ لا مفيش حاجة، بس موضوع الانتخابات ده شاغلني حبتين. لا يا حبيبي انت قدها وقدود. ها، اجيب لك حاجة؟ لا ميرسي يا حبيبتي. انت معاكي نمرة سعيد؟ سعيد طليق غالية؟ هو في كام سعيد نعرفه؟ اه طبعا معايا. وكلمتيه من يومين ليه؟ انا علشان رامي، انت عارف انا بحبه قد ايه. وكمان كان نفسي يبقى عندي طفل زيه. هو حصل حاجة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. طيب انا هقوم انام، مش هتقوم تنام؟ لا شوية بس كده. هكلم غالية، اتصل بيها على الموبايل ما تردش عليا. اوكي، تصبح على خير. انت من قلبك. ايه؟ برضه مش راضي تقولي مالك؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت من ساعة ما جيت البازار النهارده وانت مش على بعضك. ولا انت عايز تعرف عني بقى كل اسراري وانا معرفش عنك حاجة؟ يا ستي ولا اسرار ولا حاجه، عادي، شويه كركبه كده في البيت وفي الشغل، في الحياه كلها. طيب ما تحاول تطلع نفسك من الروتين والمود الوحش اللي انت فيه ده. اطلع نفسي من المود ده ازاي بقى؟ مش عارفة، نعمل اي حاجة. حاجه ايه اللي ممكن اعملها؟ انا عملت كل حاجه خلاص، ما بقاش في حاجه جديده، كله بقى شبه بعض. طيب مش يمكن حاسس انك وحيد؟ انا وحيد؟ ده انا اعرف طوب الارض. عندك حق، مرات كتير قوي الواحد بيبقى حواليه ناس كتير قوي بس برضه حاسس ان هو وحيد. انا هو قدامك وعندي بابي وابني مالين عليا حياتي، بس مش عارفه، مرات كتير قوي بحس ان انا عايزه حد في حياتي، مش عارفه اوصلها لك ازاي. واصلالي ما تخافيش، فاهم كويس قوي اللي انت حاسه بيه، بس هو فين بقى الحد ده؟ الناس كلها بقت وحشه، بقوا مكدبين، ولا الكلب يعني، واللي بيضحك في وشك ده ما بتبقيش عارفه بيضحك من قلبه بجد ولا ضحكه صفرا والسلام. هو ده بالظبط بقى اللي حصل بيني وبين سعيد، وده يمكن اللي خلاني اخش في علاقه تانية بسرعه من غير ما اعرف ولا افكر اذا كان الانسان اللي قدامي ده بيحبني ولا لا. بس انا بشر وزي اي واحده ست تانية. عارف، الراجل كان معايا في الاوتيل ده يا يوسف، كان راجل بيحبني قوي وعايز يتجوزني، كان بيعمل كل حاجه وكل تصرفاته كانت بتثبت ان هو بيحبني فعلا وعايز يتجوزني، بس انا اللي ما كنتش عايزه، كنت خايفه قوي من موضوع الجواز ده. قلت بقى خلي راجل في حياتي يملى عليا فراغي وخلاص. على فكره يا غاليه انت مش محتاجه تقولي لي الكلام ده. يمكن عندك حق، بس انا نفسي اتكلم مع حد من زمان وما لقيتش حد غيرك اثق فيه دلوقتي. تثق فيا؟ دي حاجه انا اعتز بيها. عارف حاجه يا يوسف، انت اول واحد اثق فيه من زمان قوي، ونفسي الاحساس ده يفضل على طول. وانا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، ما تخافيش مني. مش خايفه. خد يا ميمي. ده ايه ده يا باشا؟ نوطك. ولو اني زعلان ما عزمتنيش على الفرح. يا باشا ما عملتش فرح ولا بتاع، انا عملت حاجه كده على الضيق. ماشي. مالك ياض شكلك زعلان كده مش مبسوط؟ لا ابدا يا باشا، الجواز بقى والمسؤوليه والشغل اللي انت عارفه ده. احسن، تستاهل. ما سالتنيش. شوف احنا شغالين مع بعض بقالنا قد ايه؟ مفيش شغلانه شمال الا باخد رايك فيها. تروح تتجوز من غير ما تشورني؟ يا باشا اشورك في ايه؟ ده جواز يعني يمين، هو انت ليك في اليمين؟ مش فاكر. لا. ماشي. على العموم لو احتجت حاجه انا اخوك الكبير. حبيبي يا باشا. اوعى تتكسف مني يا ولا. لا يا باشا. طب امورني بقى، كنت عايزني في ايه؟
مش انا المره دي اللي عايزك، المدام. يا نهار ابيض، ده انا عينيا للمدام. تسلم عينيك. المدام فاتحه كافيه كده في المهندسين بتتسلى. تمام. الكافيه ده في دورين، إذ فجأة الدور اللي فوق فضي، قلنا نأجره. الراجل مرضيش، زعلت أنا طبعا، اتأثرت أوي. طب عايز إيه يا عم؟ قال لك أبيع. قلنا نشتري. شطح في السعر جامد، زعلت تاني. اللي قول ميمي أعمل إيه عشان ما أزعلش تالت؟ ما تزعلش. ما أزعلش صح. طب سعادتك انت قلت لي المبنى ده دورين مش كده؟ ايوه. نعمل ايه تاني عشان ما نزعلش؟ طب احنا ممكن دلوقتي نجيب قرار ازاله للدور التاني. اعتبره جه. دلوقتي اللي هيطول سما ولا ارض هيجري عليك جري ويقول لك اشتري مني المبنى، هتقول له ماشي بس بنص السعر، هيحصل له ايه؟ هيزعل. زعله. زعله. طب وقرار الازاله؟ يا باشا قرار ازاله ايه؟ اللي قدر يطلع القرار قادر يلغيه. احنا بنلعب ولا ايه يا باشا؟ بنلعب، بس بنلعب حلو. يا ريتك اتجوزت من زمان يا رايق. حبيبي يا باشا. كان شكلك حلو قوي امبارح. لا انت اللي الفستان كان حلو قوي، جبتيه منين؟ عارفه انت ضرب ايه الحلاوه دي؟ جيجي عندنا، ده ايه الجمال ده؟ يا شيكو حلوه بجد يعني ولا بتجاملي؟ مدام لك ايه يا بنت انت؟ في ايه الكلام ده؟ حلوه طبعا. طب اقوم انا بقى اعمل لكم شاي. اعملي كاكاو. ماشي كاكاو. انت فين يا دي؟ ايه اللي واخدك مني؟ مفيش، انا قلت بس هسيبك يعني في الظروف اللي انت فيها يعني. بس كده؟ بس كده. في ايه يعني؟ ايه يا جيجي؟ انت مش عارفه ان انت غاليه عندي ولا ايه؟ بس مش حاسه. مش دي عينيك اللي انا عارفاها، انت متغير. انا لا متغير ولا اي حاجه، انا زي ما انا، مفيش اي حاجه. طب عيني في عينك كده؟ لا مفيش عيني وعينك بالكلام ده خالص، انا تعبان. انا كان المفروض اروح الشغل بس خلاص ما بقتش قادر. مش عارف اذا كنت هنزل ولا مش هنزل. وانت ايه اللي تعبك يا اخويا؟ كنت بتعمل ايه طول النهار؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ دي هديه؟ دي هديه انا كنت جايبها لك. شفت انت نسيتيني ازاي؟ دي هديه. ليا فيها فيونكه حلوه اهي. شفتي؟ بس انا كنت مستني الوقت المناسب. انا؟ ليا انا يا دي؟ اتفضلي. انت مش مصدقه ليه؟ هديه. لا مصدقه، بس اصلك يعني كنت بعيد عني اليومين اللي فاتوا، حتى التليفونات بطلعها منك بتطير. هنعمل ايه؟ انا كويس الحمد لله. اطمني خالص، اطمني. افتحها؟ افتحيها. دي رجالي يا ديب. رجالي؟ ايوه يا اخويا رجالي. رجالي ازاي؟ ده الراجل ابن العبيطه ده قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. خدي بالك، قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. طب خد يا اخويا، شوف مين اللي صغرك قدامي. ايه يا بنت صغيرك وكبرك والكلام الفاضي ده؟ ما تدعي لي يا بنت في ايه؟ انت عارف انا فين كويس قوي، لما تبقى تفوقي لوحدي يبقى تعالى لي يا اخويا. يا مقدس بيقول لك في التلفزيون والراديو الاسلاميين هيفوزوا. يا ابني ما يفوزوا. انت ايه اللي مخوفك؟ انا خايف. على ايه حسره؟ انا مش فاهم. طيب انا خايف عليك انت راجل تاجر وليك فلوسك وتجارتك اللي في السوق، صح ولا لا؟ بقول لك ايه، انا مش عايزك تعمل زي البنت هايدي وتشغلوا لي القلاقه في الفاضيه والمليانه. العمليه مش ناقصه. هو ده كلام انا يا مقدس؟ ده كلام الناس كلها. بيقول لك لو مسكوا هيفرقوا في المعامله ما بيننا ومش عارف هيعملوا فينا ايه وحوارات. انت هتصدعني بقى. قوم يلا، قوم عمك ياسين جه. حقك عليا. ايه يا مسعد؟ معاك مع المقدس ليه؟ صدقني ابدا. يا كذاب. انت عارف لسه كان بيقول لي ايه؟ لو الاسلاميين مسكوا هيمرمطونا ويشردونا ويدبحونا وكلام خايب بقى، حاجه تقرف. لا في دي عنده حق. شفت؟ عم ياسين قال لك. وانتوا تلحقوا تعملوا حاجه؟ احنا هنخلص عليكم من اول يوم. هتصحوا الصبح ما تلاقوش نفسكم. امان عليك يا ياسين، لو انا جيت من نصيبك خليك حنين. اتاخرت يا حبيبي، محجوز والله. واخد ام شنوده والواد ابنها والواد مين اللي على اول الشارع. يعني هعمل ايه؟ بس اقول لك انا هشوف لك سكينه برضو معايا زياده. كاتبه كتر خيرك. ماشي يا عم ياسين. ماشي، امسك هتمشي في ركبك واعمل لي شاي. انا انت بقى ليك سكينه تلمه معايا. شفت الخيبه اللي احنا فيها يا ياسين؟ خيبه بالويبه والله. بس اقول لك يمكن يكون في المصلحه، محدش عارف. مصلحه ازاي يعني يا ياسين؟ ما هو اي جرح عشان ينضف لازم تطلع الصديد اللي جواه علشان يقفل على النظافه. اللي بيحصل بقى معانا دلوقتي صديد ووساخه سنين طويله عشناها يا فؤاد. يا رب يطلع كلامك مظبوط مستريح من غم. يا رب. خد شد نفس، خد. عارفه ايه اكتر حاجه بتخليني قلقان عليكي؟
انك في الدنيا لوحدك وبتعافري، وان كل اللي حواليك يا اما عايزين يطلعوا منك مصالح، عايزين ينهشوا في لحمك. وكتير كنت بقول لنفسي يا واد وعيها وفهمها، بس كنت ارجع اقول بلاش احسن تفهمك غلط. يوسف، انت بتخاف عليا قوي كده ليه؟ مش ده الطبيعي يعني ان الواحد يخاف على الناس اللي هو بياكل عندهم عيش؟ يعني انت لو اشتغلت عند ناس تانية هتخاف عليهم قوي كده برضه؟ عايز توصلي لايه؟ ولا حاجة. طب اتكلم معاكي بصراحة. يا ريت. انا لو رحت اشتغلت عند ناس تانية برضه هفضل اخاف عليكي. ليه؟ ليه؟ عشان زي طب ايه رايك نقلب السؤال؟ يعني بدل ما انت تساليني وانا اجاوب، انا اللي اسالك وانت تجاوبي. تفتكري ليه يعني اكون بخاف عليكي؟ مش يمكن اجابتي تكون غير اجابتك؟ ويمكن تكون زيها. يمكن. الو؟ هاي بابي. ايه؟ مين الناس دول؟ طب انا جايه لك حالا. باي يا بابي باي. في ناس دخلوا على بابي الفيلا عايزين يقتلوه. يلا يلا. تعرفي يا امال، ايه؟ احلى حاجه فيكي انك زي الورده، حتى لما كبرتي لسه ريحتك فيكي. كبرت؟ طب يا سي عارف، شيل ايدك من على الورده لا تجيك شك. اموت انا في الشكشاكه. ايه مفيش سلام عليكم؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه يا ست امال، هي دي اللي فهمت وعقلت؟ طب قبل ما تفتحي لي محضر قولي لي ازيك يابا. ابويا مين؟ ابويا اللي بيجي ياخد مزاجه كل كام شهر ويمشي؟ ولا ابويا اللي بيجي يضحك على الست الغلبانه دي بحضنين وكلمتين وياخد شقه بنته؟ اهدي اهدي، ده ابوكي مهما كان. ابويا مين ياما؟ ابويا اللي جاي ياخد مزاجه ودم ابنه لسه ما بردش؟ نص يابا. فاكره؟ فاكر ابنك ولا نسيته؟ الله يرحمك يا نص. الله يرحمك يا اخويا. انا لازم انزل اشوف بابي، مش هينفع استنى اكتر من كده. تنزلي تروحي فين؟ اوعي تتحركي من العربيه، فاهمه؟ يا يوسف في ايه؟ في عيال نطت على فيلا الشيمي. يا بلدي خد خلي ده معاك.
ايدك ده بقى يا عم الحلو. اوعى انزل على بطنك يا قوم يا باشا. تمام يا باشا؟ ها؟ انزل ولا دي. مورنينج ماي سويت هارت. صباح الفل على احلى بنت في المنطقه كلها. يا خرابي يا خرابي على البصه اللي تقتل. هو انا بموت فيها من شويه؟ نهارك ابيض يا ديب. روح شوف اكل عيشك وخلينا نشوف اكل عيشك. طب ما فيش اكل عيش خالص اهو، وادي المحل بتاعك. انت صاحي رايق على الصبح بقى ولا ايه؟ انا ما نمتش خالص، ما نمتش نهائي عشان اراضيكي. احنا ما فيش حاجه بينا اصلا عشان نتراضى عليها. في يا بت انت مالك قلبك اسود كده؟ ما قلت لك غلطه غير مقصوده. ايه في ايه؟ مفيش حد قبل كده ضحك عليكي وبعلك حاجه بالغلط. في ايه؟ ما انت بنت سوق فاهمه كل حاجه. بس انت بقى مش اي حد يا ديب، وتعرف تفرق كويس قوي بين البرفان الحريمي والبرفان الرجالي يا انجليزي. ما هو ديبو غلط المره دي. لا عرف انجليزي من فرنسا وما عرفش اي حاجه خالص. عادي يعني، عادي كلها بتغلط. انا غلطان، كنت جبت لك دبدوب ب 3 جنيه، ما كانش الدنيا خربت كده. يلا يلا اعمل الشويتين بتوعك وكلني. شويتين وزفت يا بت. مالك في ايه؟ انت ايه؟ عايز انا مدي ايدي عليكي ولا ايه؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ مفيش. عايز اديك الهديه. هديه تاني؟ تاني وتالت كمان. على فكره دي هديه حريمي، انا مشهور انها حريمي. انا كنت في المول وقابلت موزه جامده جدا. موزة؟ انها حريمي. يا بت بهزر معاك يا بت. امسكي. ماشي تشكر. ايه تشكر دي؟ مش تفتحيها ولا ايه؟ بعدين. مفيش بعدين. انا عايز اشوف الفرحه في عينيكي. من عينيكي. افتحي. وايه اللفه الجامده دي؟ عملت ايه؟ فاكره ايه؟ يا نهارك منيل يا ديبو. ايه ده انا ضحك عليا تاني؟ اعمل ايه يعني؟ امسك، انا مش ناقصه حرق الدم على الصبح. يا بت استني يا بت انا بهزر معاكي. امسكي. بيت ام الهديه. ادي هديتك اهي. على فكره دي هديه غاليه جدا. عايز تمنها يعني؟ لا تمن ايه؟ اللي في المحل والمصنع اللي عمل الازاز كلها تحت رجليك يا قمر. بقول لك ايه؟ ينفع يعني؟ ينفع جدا. هو في كده؟ سلام عليك لما تعرض. بقول لك ايه؟ نعم. انا وانت دلوقتي لوحدينا ومفيش حد في المحل يعني، فلو مين اللي بيرن دلوقتي؟ احتويته. السن عايز ايه ده رخر؟ صباحك فل يا زيبو، وراك شغل حرق الشغل على اللي جاب الشغل. سلام يا عمر. سلام. على فكره يا غاليه، اللي حصل امبارح ده مجرد محاوله تخويف الدهشوري، فمش عايزك تحط الموضوع ده في دماغك اكتر من كده، عشان مش واحد زي ده يخوفني. الحمد لله يا بابي انها جت على كده ويوسف عرف يتصرف. على فكره الولد ده مخلص ليا قوي. فعلا، علشان كده انا عايزه اكافئه، على الاقل يعني ما يحملناش جميله. كافئه يعني نعمل ايه؟ نديله فلوس؟ مش دي الطريقه اللي تنفع مع واحد زي يوسف. الولد ده ابن عز وعينه مليانه، من اول يوم شفته فيه وانا متاكد من ده. انا هفكر في طريقه اكافئه بيها من غير ما اجرحه. عندك حق يا بابي. وانت بقى يا ستي مالك؟ مش عارفه اقول لك ايه يا بابي، حاجه غريبه جدا حصلت. فجاه لقيت رامي جاي بيقول انه عايز يعيش مع ابوه. بص يا حبيبتي، انا عايزك تطمني من الموضوع ده خالص. حتى لو ده حصل انا متاكد انه مش هيكمل معايا اسبوع على بعضه. وبعدين سيبيني انا اتصرف مع سعيد. يا والنبي يا بابي بلاش، كفايه اللي انت فيه. انت سالتني مالك وانا رديت عليك. انت فيك اللي مكفيك. انا هعرف اتصرف ان شاء الله. اوكي يا حبيبتي. الشاي عسل. تسلم ايديكي. تعالي اقعد يا سما، عايز اتكلم معاك كلمتين. تو ايه يا بت؟ انا قلت لك حاجه؟ ما بحبش اسمع كلمه سماح منك. بحبك تقول لي يا بنت. اما بتقول لي سماح كده بحس ان في حاجه غريبه. طب تعالي يا بت اقعدي بالطريقه لما انت ماشي. مبسوطه يا بت يا موحه معايا في الجواز؟ يا لهوي، انت لسه بتسالني دلوقتي؟ طب ده انت من يوم ما قلتها لي وانا مش عارفه اتلم على روحي. والنعمه الشريفه ببقى ماشيه في الصاله حاسه ان انا طايله السقف من كتر الفرح. يا بت كلامك يا بت. ده اقل حاجه عندي. هقول لك على حاجه مين؟ قولي ما تتكسفيش. خالتي دي حوايا بتعمل لي بروفة الفستان. قالت لي يا بنت يا موحه، الست الشاطره هي اللي تعرف مفاتيح راجلها فيها. مفتاح يا بت انا كلوني. يوجدك ايه؟ ما تقصدش كده. هي تقصد يعني اعرف مزاج جوزي ايه. وهي بتقول لي كده
سرحت وقعدت افكر. قلت يا لهوي، هو في حد يعرف مين قدي؟ طب ده من واحنا عيال صغيرين وانا بفهمك من عينيك، بفهمك قبل ما تتكلم يا مين. من واحنا عيال بنجري ورا بعض في الحاره وببقى عارفه انت امتى هتقولي كلمه حلوه وامتى هتنكد عليا وامتى هتضربني كمان. ربنا يخليك لي يا موحى. خليك ليا يا حبيبي.